تعال بقى اقول لك ازاي خوارزميات السوشيال ميديا بتخليك قاعد جوه فقاعه انت اللي عملتها بنفسك والخوارزميات بتغذيها. في كتابه الشهير The Facebook Effect الكاتب ديفيد كيركباتريك قال ان التصميم الاساسي للنيوز فيد بتاع الفيسبوك هو المعادله الرياضيه او الخوارزميه اللي بتضمن انك تشوف قدامك المنشورات اللي تهمك انت بس. وقال ان موت سنجاب امام باب منزلك قد يكون اكثر اهميه بالنسبه لك من المجاعات في افريقيا. وهنا يجي دور الخوارزمية إنها تفهم وتحدد وتصنف المعلومات اللي المفترض تطلع لك في النيوز فيد بتاعك. طبعا دي معناها إن مواقع التواصل الاجتماعي بتغذي الخوارزميات ببيانات تخليها تقرر إيه اللي مفيد بالنسبة لك أو لا. يعني من الآخر بتلعب بدماغك، يعني مش أنت اللي بتقرر، الخوارزميات هي اللي بتقرر. عشان الخوارزمية تتعلم محتاجة تحدد أهمية البوست أو حتى الرانك بتاعه عن طريق أكتر من 1 مليار داتا بوينت. انت متخيل الرقم؟ الداتا بوينت دي منها بقى اللايكس والايموجي والتعليقات والكومنتس، تعليقات طويله، تعليقات قصيره، او نوع البوست، فيديو او صوره او كلام، ومين بقى اللي بيعمله شير ومين اللي نشره، صاحبك ولا حد من بره الدايره بتاعتك ولا حد من بره بس قريب من نفس افكارك واللي انت بيتم مقارنتها بعد كده بالداتا بوينتس بتاعته، وهكذا. المعادله الرياضيه دي او الخوارزميه في الحاله دي بتعرضك انت واللي قريبين منك في نفس الدايرة لنفس الأفكار والأخبار، وفي الحالة دي انت بتبقى متخيل انك صح وهم صح وكلنا صح، لأنه خلاك تعيش في حاجة كده اسمها فلتر بابل، فقاعة كده سعادتك انت عاجبك اللي فيها ومش شايف غيره، وأي حاجة بره الفقاعة دي انت مش واصلة لك، ولو وصلت لك مش هتصدقها أصلا عشان في قطيع معاك مصدق اللي في الفقاعة وانت مقتنع ان كلكم صح. الفقاعة دي سعادتك ممكن تعمل تأثير تاني اسمه ايكو تشامبرز أو غرف الصدى، لأن أنت مش سامع غير صوتك وصوت الناس اللي شبهك، فأنت في الحقيقة الخوارزمية عملت لك سجن وحطت لكم فيه كلكم، وأنتم مش داريانين ومتخيلين أنكم كده عاملين عظمة ومكسرين الكوكب، لأنها بتضخم المعلومات والصور والمنشورات والأخبار اللي بتدعم فكرة معينة حضرتك مؤمن بيها ومصدقها. ودي مشكلة بقى في العقل البشري بيسموها confirmation bias، يعني الانحياز للمعلومات اللي بتدعم أفكار انت مؤمن بيها بالاساس. الكلام ده ينطبق على كل السوشيال ميديا مع اختلاف طريقه تصنيف الخوارزميات للمعلومات والصور والفيديو والمنشورات وغيرها. انت عارف الازمه ان المعلومات اللي موجوده في الفلتر بابل او الفقاعه دي مش انت اللي اخترتها، وللاسف انت مش عارف وان في فقاعات تانية حواليك، ومش عارف ان في معلومات تانية في العالم. قيس بقى على ذلك كل واحد مننا عايش في الفقاعه بتاعته. حسابي على فيسبوك مش زي حسابك على الفيسبوك، وحسابي على يوتيوب مش زي حسابك على اليوتيوب، وهكذا كل واحد عايش في فقاعته. ده موضوع بقى محتاج بحث علمي بجد علشان يقول لك تعمل ايه في المخاطر دي.